طبعا بصدور العقد الاجتماعي بتاريخ 12/12/2023 تمت الموافقة على العقد الاجتماعي وإقراره من قبل المجلس العام للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا. طبعا العقد الاجتماعي جاء في مرحلة بعد تشكيل الإدارة الذاتية بالسبع مقاطعات، على أساسها تم تنظيم العمل ضمن الإدارة الذاتية وكيف ستكون خلال المرحلة القادمة. طبعا صدور العقد الاجتماعي جاء في مرحلة حساسة من تاريخ مناطق شمال وشرق سوريا وحتى الوضع العام والراهن لسوريا ككل. العقد الاجتماعي كان اللبنة الأساسية لبناء نظام ديمقراطي، نظام حر في شمال وشرق سوريا، ونحن آملين أن يكون نظام شامل لكل سوريا في المستقبل. وطبعا لو نراجع بنود العقد الاجتماعي، بآخر بند من العقد الاجتماعي هناك مادة تؤكد على أن هذا العقد الاجتماعي سيكون قائما لحين الوصول إلى حل سياسي في سوريا ككل، وهذا العقد سيكون قابل للتعديل في حال إقرار دستور على مستوى سوريا ككل. طبعا بطبيعة الحال العقد الاجتماعي قبل إقراره كانت هناك لجنة لإعداد هذا العقد. هذه اللجنة المصغرة، دعونا نقول اللجنة المصغرة، كانت من 30 عضو، النصف منهم نساء. فدور النساء كان كبير في صياغة العقد الاجتماعي حتى قبل المصادقة عليه. في إعداد وصياغة العقد الاجتماعي كان هناك تمثيل كبير للمرأة ضمن إعداد هذا العقد. طبعا بعد صدور العقد الاجتماعي كما لاحظتم هناك الكثير من المواد المرتبطة بالمرأة، إن كان بباب المبادئ الأساسية وإن كان بباب الحقوق والحريات، إضافة إلى باب النظام المجتمعي. فالعقد الاجتماعي أكد على قيام الإدارة الذاتية واعتماد الإدارة الذاتية على مبدأ أساسي وهو مبدأ حرية المرأة، كذلك مبدأ نظام الرئاسة المشتركة القائم في الإدارة الذاتية ابتداء من الكومين وانتهاء بمجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، كذلك الحفاظ على كافة مكتسبات المرأة وحقوقها خلال سنوات ثورة المرأة خلال هذه الأعوام في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى المناصفة والمساواة في حقوق المرأة بالتمثيل ضمن الإدارة الذاتية، كذلك تشكيل مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا وجعله مجلس على مستوى شمال وشرق سوريا ويضمن حقوق هذا المجلس ضمن العقد الاجتماعي، إضافة إلى وحدات حماية المرأة إن كان من الجانب العسكري، وأيضا حق المرأة في تشكيل كيانات سياسية ضمن شمال وشرق سوريا. فالكثير من الحقوق ضمنتها العقد الاجتماعي للمرأة، وكذلك كان هناك مبادئ أساسية تقوم عليها الإدارة الذاتية حسب العقد الاجتماعي تحمي وتصون مكتسبات المرأة وتضمن حقوقها أيضا. طبعا كما ذكرت قبل قليل هناك الكثير من المواد المتعلقة بالمرأة، إن كانت من باب المبادئ وإن كان من باب الحقوق والحريات وكذلك النظام المجتمعي، لكن هذا العقد هو عقد اجتماعي عام. فكما تذكرون منذ بداية الثورة وتأسيس الإدارة كان هناك قوانين ناظمة للمرأة، هناك المبادئ الأساسية التي تقوم عليها تنظيم المرأة ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى تشكيل هيئة المرأة ضمن هيكلية الإدارة إن كانت هيئات المجلس التنفيذي. كل هذه الأمور كانت موجودة وتم تثبيتها في العقد الاجتماعي العام على مستوى شمال وشرق سوريا، وكذلك كما لاحظتم هناك بند خاص بمجلس المرأة لشمال وشرق سوريا، وهذا المجلس سيبدأ بتنظيم نفسه ابتداء من الكومين انتهاء بالإقليم، إقليم شمال وشرق سوريا. كل هذه الأمور وكل هذه التفصيلات يلزمها عقد خاص بالمرأة ينظم كل هذه الأبواب ويشرحها بشكل أفضل. فالحاجة إلى عقد اجتماعي خاص بالمرأة، طبعا كما تعلمون العقد الاجتماعي حتى من القيمة القانونية هو أعلى من القوانين وأعلى من الوثائق التي ممكن أن تصدر لتنظيم عمل المرأة. فالعقد الاجتماعي هو
من أسمى القوانين ومن أعلى القوانين. ارتأينا كتنظيمات نسائية أن يكون هناك عقد جامع لكل هذه الأمور، ويبين فيها مبادئ المرأة بداية وحقوق وحريات المرأة في هذه المنطقة، وتنظيم شكل مجلس المرأة بأي شكل سيكون، وكيف سيتم تنظيمه ابتداء من الكومين إلى الإقليم، وكيفية الحفاظ على مكتسبات المرأة خلال سنوات الثورة. ارتأينا أن يكون هناك عقد اجتماعي يجمع كل هذه الأمور ويوضح تنظيم المرأة بأي آليات سيتم اعتمادها، وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق ضمن عقد اجتماعي خاص بالمرأة يعتمد طبعا على العقد الاجتماعي العام والبنود والأمور التي ذكرت في العقد. طبعا العقد الاجتماعي حتما سيكون عقد ليضمن حقوق النساء في شمال وشرق سوريا، وكما ذكرت سيكون هناك العمل على إعداد مسودة العقد الاجتماعي للمرأة في المرحلة المقبلة. طبعا العقد الاجتماعي العام أكد على أنه سيكون هناك عقد اجتماعي خاص بالمرأة، لكن سيتم العمل عليه في المرحلة المقبلة، وسيستند على العقد الاجتماعي العام بكل تفاصيله وكل مبادئ المرأة. طبعا العقد الاجتماعي سيحمي النساء في شمال وشرق سوريا، لكن تطلعاتنا كنساء موجودات في شمال وشرق سوريا أن تمتد هذه المفاهيم وهذه المبادئ إلى كافة نساء سوريا. أي امرأة تعيش في أي بقعة من العالم نرى أنها من مسؤوليتنا حمايتها، وأن يكون هناك حماية للمرأة في الإطار العام. صحيح سيتم تطبيقه على النساء في شمال وشرق سوريا، وسيضمن ويحمي حقوق النساء في شمال وشرق سوريا، لكن دائما نطمح ونتطلع إلى أن يكون هذا العقد شامل لكل نساء سوريا، ويحمي كل امرأة من كافة مظاهر العنف وعدم المساواة التي تعيشها المرأة في كافة أرجاء سوريا. ومن أهم الأمور التي سنعمل عليه أن يكون هذا العقد هو عقد شامل لكل سوريا وليس فقط لشمال وشرق سوريا أيضا. طبعا جميعنا لاحظنا مع انطلاقة العقد الاجتماعي والمصادقة على العقد الاجتماعي كان هناك الكثير من الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا ابتداء من الجزيرة إلى منبج والشهباء. هذه الاستهدافات وهذه الضربات الكبيرة لمناطق شمال وشرق سوريا لم تكن عن عبث. العقد الاجتماعي هو أساس متين للإدارة الذاتية، وحتما سيلاقي الكثير من الهجوم. إذا راجعنا العقد الاجتماعي واطلعنا على كافة تفاصيله، حتما المحتل والدول الغير لا تقبل الديمقراطية سترى من مشروع الإدارة الذاتية تهديدا حقيقيا لها، لأنها دول ومستعمرات ودول استعمارية لا تقبل بأن يكون هناك نظام ديمقراطي سائد، وبالأخص نظام يضمن حق النساء أيضا، وكذلك نظام عام يعتمد في مبادئه على الديمقراطية ويتخذها أساس. فحتما سيشعرون بأن هذا المشروع سيشكل تهديد عليهم. ولاحظنا في الآونة الأخيرة الكثير من الهجمات طالت الكثير من رواد الإدارة الذاتية والأشخاص الذي بنوا الإدارة الذاتية، وكذلك استهداف لهذا المشروع الشامل لشمال وشرق سوريا ولكل سوريا عامة.